النهارده هنعمل العيش الشامي بتاع سندوتشات الفول والطعميه، وبخبره السنين بقى هقولكم ازاي يطلع معاكم مظبوط بالشكل ده ومنتفخ كده من اول رغيف لغايه اخر رغيف. النهارده بقى هنعمله في البيت بكل سهوله، وهنعمله كمان بدون فرن، هنعمله على البوتاجاز من فوق. هتشوفوا معايا كل الخطوات عشان يطلع معاكم مظبوط من اول مره. عايزه اقول لكم بقى ان العيش ده حلو جدا للسحور، بيكون طري ومشبع جدا، ومن حلاوته يتاكل حاف كده من غير اي حاجه. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو ده، وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمكونات بتاعتنا ايه. هنعجن العيش بتاعنا النهاردة باللبن الرايب، وينفع كمان نستبدل اللبن الرايب بمية او بحليب. هنحتاج في البداية كده 2.5 كوبايات من اللبن الرايب، وهنشوف العجينة هتحتاج مننا سوائل قد ايه. كان عندي كده شوية حليب قطع معايا وانا بغليه، فقلت اعمل معاكم الوصفة دي. اللبن الرايب بيدي نتيجة حلوة جدا في المعجنات. لو عندنا كمان حليب وعايزين نحوله للبن رايب، هندفي الحليب شوية على النار وهنزود عليه معلقة كبيرة من الخل. هنزود على اللبن الرايب معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وزنها 10 جرام، أو ظرف خميرة كامل وزنه 10 جرام. وهزود كمان 3 معالق كبيرة سكر. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا كويس مع اللبن. هزود كمان نص معلقة صغيرة من الملح، وهرجع اقلب مرة تانية كويس جدا عشان الملح يدوب، وبعد كده هبدأ انزل بالدقيق. هعمل النهاردة مقادير كيلو دقيق، وتقدروا بقى تضاعفوا الكميات زي ما تحبوا، وتقدروا كمان تعملوا نص الكمية دي. كيلو الدقيق هيكون 8 كوبايات بالاكواب المعيارية، حجم الكوباية الواحدة 125 جرام. بالنسبة لنوع الدقيق اللي انا استخدمت دقيق جميع الاغراض. هننزل بالدقيق كده كله مرة واحدة، وهبدأ ألم العجينة على بعضها بالسباتيولا بالشكل ده. أول ما العجينة تتلم على بعض بالشكل ده، هبدأ إن أنا أرفع السباتيولا وأكمل العجن بإيديا عشان أعرف أتحكم في العجينة. العجينة لسه قوامها متماسك شوية، محتاجة كمان شوية سوائل، فهنضيف شوية مية أو شوية حليب، وهكمل بقى عجن كويس جدا. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني في امتصاصه للسوائل. العجينة أخدت معايا بالظبط حوالي 3 كوبايات إلا تلت من الحليب والمية. وزي ما قلت في الأول، نقدر نعجن بالمية أو بالحليب أو باللبن الرايب. واحنا بنعجن كده في نص العجن هضيف 3 معالق كبيرة من الزيت أو ربع كوباية من الزيت. الزيت طبعا بيطري العجينة، بيديلها قوام حلو جدا، وكمان بيساعد ان هي تتعجن بسرعة. بضيف الزيت وبكمل بقى عجن كويس جدا حوالي 10 دقايق كده، عجن متواصل لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. عجينة تكون طرية وناعمة ومش بتلزق. القوام بتاعها يكون مظبوط بالشكل ده، عجينة مش طرية زيادة عن اللازم وفي نفس الوقت مش ناشفة. الناس بقى اللي بتسألني على نوع الدقيق اللي انا بستخدمه، فانا استخدمت دقيق الضحى، بيبقى ممتاز جدا في المعجنات. نلم بقى العجينة وهديلها كده مسحة زيت، وهغطيها ببلاستيك راب، وبعدين هغطيها بفوطة وهسيبها ترتاح لمدة ساعة الا ربع. مش عايزين العجينة تخمر اختمار كامل، لان هي لسه طبعا هتخمر بعد التشكيل. هنسيبها بقى نص ساعة، ساعة الا ربع كده، ونبدأ نشكلها على طول. ده كده هيكون شكلها بعد ما سبتها حوالي ساعة الا ربع. نفضي بقى الهواء اللي في العجينة كويس جدا، وهنبدأ نكورها. دلوقتي بقى هنبدأ نكور العجينة. بناخد قطعة من العجين بحجم قبضة الإيد، وزنها يكون تقريبا 60 جرام. كيلو دقيق هيعمل معانا حوالي 28 أو 30 رغيف بالحجم اللي شفتوه معايا في أول الفيديو. حابين الحجم يكون أصغر شوية، فبنقلل وزن قطعة العجينة ل40 أو ل50 جرام. بناخد بقى قطعة العجين وهنبدأ نكورها في إيدينا بالشكل ده، وبعد ما بنخلص هنرصهم على صينية يكون فيها رشة دقيق بسيطة عشان العجينة ما تلزقش. اهم حاجة كمان لازم نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية عشان العجين ما يلزقش ببعضه. وبكمل بقى العجينة كلها بنفس الطريقة دي. هرصهم بقى على صينية كده جنب بعض ويكون فيها رشة دقيق بسيطة. وبعد ما بنخلص بنغطيهم بقى كويس جدا بكيس بلاستيك عشان وش العجين ما ينشفش. هنسيب بقى العيش يرتاح حوالي كده 10 دقايق قبل الفرد، عشان لما نفردهم العجين ما يلمش مرة تانية. دلوقتي بقى هنبدأ نفرد العيش. هناخد أول واحدة احنا عملناها، وعلى السطح اللي هنشتغل عليه هنحط كده رشة دقيق بسيطة، وفوق العجينة رشة دقيق بسيطة جدا، وهنبدأ نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سمكها ما يكونش تخين قوي ولا رفيع قوي، السمك بتاعها يكون متوسط. وبعد ما بنخلص لو عليها كده اي دقيق زيادة لازم ننفضه من عليها عشان ما يتحرقش معانا وقت التسوية.
ده كده سمك الرغيف. السمك بتاعه ما يكونش تخين قوي بحيث ان هو ما يقلبش على قرص، ولا رفيع قوي عشان ينتفخ معانا وقت التسوية. شايفين السمك عامل ازاي؟ السمك لازم يكون متوسط بالشكل ده. هعمل معاك واحدة كمان على السطح اللي بنشتغل عليه، في رشة دقيق بسيطة كده، وفوق العجينة رشة دقيق بسيطة، وهنبدأ نفردها بالشكل ده. العجينة طبعا احنا سيبناها ارتاحت كويس حوالي 10 دقايق كده، فعشان كده هتتفرد معانا بكل سهولة. وبعد ما بنفرد الرغيف لازم ننفض اي دقيق زيادة من عليه عشان ما يتحرقش معانا وقت التسوية. دلوقتي بكمل بقى العيش اللي معايا كله بنفس الطريقة كده. بعد ما بنخلص هنحطهم كده على فوطة مطبخ، بنرصهم كده جنب بعض، وبنسيب مسافة بين كل واحد والتاني. هنغطيهم بقى بفوطة تانية وهنسيبهم لمدة نص ساعة عشان يخمروا. بعد ما بيعدي نص ساعة هنبدأ في التسوية على طول. بناخد من أول واحد احنا فردناه وهنبدأ نسويه. العيش ده ينفع نسويه كده على البوتاجاز من فوق، وينفع كمان نسويه في فرن البوتاجاز. انا هسويه النهارده على البوتاجاز من فوق. معايا طاسه على النار، هنستنى عليها لحد ما تسخن كويس جدا، وهنبدا نحط فيها العيش. النار تكون شغاله على درجه حراره متوسطه، واول ما العيش يبدا يتشمع معانا هنقلبه على الناحيه التانية. نفضل بقى نقلب فيه كده على كل الجوانب عشان يستوي كويس. بنلاقيه بقى انتفخ وقب معانا بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى ان العيش ده بينتفخ ويقب معانا كده من اول واحد لحد اخر واحد، ما بياخدش كمان اي وقت خالص على النار، هي دقيقه واحده بس وبنلاقيه استوى. هعمل معاكم واحد كمان كده. الطاسه لازم تكون سخنه كويس جدا، والنار شغال على درجه حراره متوسطه، وبنحط العيش. اول ما يبدا يتشمع معانا او يعمل كده فقاقيع صغيره هنقلبه على طول على الناحيه التانية. هنفضل بقى نقلبه كده على كل الجوانب، وبنلاقيه انتفخ معانا بالشكل ده. وزي ما قلنا مش هياخد معانا اكتر من دقيقه واحده بس على النار. واهم حاجه كمان النار تكون شغاله على درجه حراره متوسطه، عشان لو النار سخنه زياده العيش طبعا هياخد لون بسرعه من بره وهيتحرق من بره، وهيكون لسه معجن من جوه. وكمان لو النار بارده العيش هيطلع ناشف معانا. لو هنسويه كمان في فرن البوتاجاز فلازم النار تكون شغاله على اعلى حاجه 200 او 220. وهنحط العيش كمان في اقرب رف من صاج الفرن من تحت. امشوا بقى على الخطوات دي بالظبط، وبجد العيش هيطلع معاكم ممتاز. عايزه اقول لكم بقى ان الريحه طالعه حلوه جدا، ريحه الخبز بتطلع يعني تقلب البيت كله، وسهل وسريع جدا ومبياخدش اي وقت خالص، والنتيجه بتطلع معانا ممتازه، والعيش بينتفخ معانا من اول واحد لحد اخر واحد. بكمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه كده. عايزه اقول لكم كمان ان هو بيفضل محافظ على طراوته لاطول فتره. اهم حاجه بعد التسويه نغطيه كويس جدا بفوطه عشان يفضل محافظ على طراوته. وبعد ما بيبرد بقى معانا تماما بنحفظه في اكياس بلاستيك. تقدروا كمان تعملوا منه كمية وتحتفظوا بيه في الفريزر. مقارنة بقى بالعيش اللي بنشتريه من بره جاهز، فده يكسب 1000000%، مش 100%، لا 1000000%. طعمه حلو جدا، طري، ومن جماله كده يتاكل حاف من غير اي حاجة. حاولوا كمان ما تزودوش كمية السكر في العجينة عن 3 معالق بس عشان ما يطلعش مسكر زيادة عن اللازم. وتقدروا كمان تقللوا الكمية لمعلقتين كبار من السكر. ده كده العيش بعد ما خلصنا خالص. شايفين مفيش ولا واحد فيهم ما انتفخش، كلهم انتفخوا من اول رغيف لحد اخر واحد. هتجربوه بنفس الطريقة كده، وانا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا جدا. ما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم في التعليقات على الفيديو. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.